4 ممثلين في مكان واحد، موضوع واحد، الفيلم كله معتمد على الحوار. ما عنديش غير كلمة واحدة لأوليفيا وايلد. Oh, you apologize. I wasn't really familiar with your game. The Invite. Just to be clear, you, her, and me. Yes. Me too. Yes, also you. الفيلم نزل السينمات من حوالي شهر، هي الواحد متحمس ليه لأكتر من سبب. نزل ديجيتال على ابل تي في من حوالي يومين. السبب الاول ان في ممثلين انا بحبهم جدا زي ادوارد نورتون، زي فيس روجان. ادوارد نورتون خصيصا، يعني انا مبسوط جدا بالخطوات اللي بياخدها السنين الاخيره، المساحات اللي بياخدها والادوار اللي هو بياخدها. اتكلم عن الموضوع ده اكتر قدام. فيس روجان برضو نفس الكلام. السبب الثاني اوليفيا وايلد اللي هي المخرجه الممثله في الفيلم، هي عامله كل حاجه في الفيلم يعتبر، وهي عملت فيلمين قبل كده، بوك سمارت اللي كان فيه كريتيكلي اكليمد الفيلم جدا، الجمهور عجبه الفيلم برضه، وفيلم اللي هو دونت وري دارلينج اللي ما كانش حد خالص مبسوط بيه اطلاقا، يعني غير هاري ستايلز واوليفيا وايلد نفسهم. فالواحد كان متحمس في الخطوه الجايه يشوف ايه اللي هيحصل، خصوصا ان الفيلم ده بالذات لما نزل كان فيه ريفيوز حلوه، كان فيه اراء حلوه، من فيلم كوميدي فيلم حلو والفيلم يتشاف. السبب الثالث بقى ان الفيلم نفسه ريميك لفيلم اسباني اتعمل في 2020، والفيلم اصلا كان مبني على مسرحيه واتعمل له ريميك بعد كده حوالي 6 مرات، اللي هو The People Upstairs. يعني الواحد عايز يشوف هو ليه اصلا كل الريميكس دي في حوالي بس 6 سنين اتعمل له 6 على 7 ريميكات. في نفس الوقت عايزين نشوف التيك بتاع اوليفيا وايلد نفسها في القصه دي هيكون عامل ازاي. غير كده بقى انا كمتفرج بيحب الافلام اللي هي بتدور في مكان واحد، حوار معتمد على الحوار بشكل اساسي، مفيش اكشن سي جي اي، مفيش خطوات ولعب والحاجات الكتير دي، هو بس 2 في اوضه وحوار وصراع وبنشوف ايه اللي بيحصل. دي بالنسبه لي the purest form of filmmaking، يعني انقى حاجه ممكن توصل لها. وعلشان تعرف كاتب حلو ولا لا، شوف المشاهد اللي هي الناس اللي بيتكلموا مع بعض فيها بتمر ازاي، بتتعمل ازاي. الحقيقه الفيلم انا كنت داخله زي ما قلت باكسبكتيشنز كتير، وفي الاخر اتبسطت اكتر من كنت متوقع لاسباب كتير. اولا قصه الفيلم عن الاثنين اللي هم الكابل المتجوزين بقالهم فتره، الجواز مش احسن حاجه، الرومانسيه راحت، التفاهم راح، بس بينفايتوا جيرانهم الجداد اللي هم الدور اللي فوق عشان يجوا يقعدوا معاهم، وبنشوف ازاي الانفايت دي او العشوة دي او الغدوة دي هتكشف لهم حاجات عن نفسهم، عن علاقتهم، وعن المستقبل هيدور ازاي بعد كده. اول نقطة احب اقول ان الفيلم ياخد كريدت عليها، ان الفيلم كان ريل، very very real، اللي هو انت شايف 2 حقيقيين تعرف تريليت ليهم، بيتصرفوا بشكل حقيقي جدا، حتى الحوار نفسه مكتوب فوق بعضه، عدم وجود التفاهم نفسه باين في الحوار، ازاي مفيش كيمياء، مفيش سينك ما بينهم، مفيش تفاهم ما بينهم او كيمياء ما بينهم، اتكلموا فوق بعض، كلام كتير بيعدي من غير ما يتسمع، من غير ما يتفهم، من غير ما يترد عليه. فانت شايف بشكل او باخر ازاي انعدام الرومانسيه او الكيمياء دي بينفست او بيحصل على الشاشه. مش بس شايف، انت سامع كمان. زي ما قلنا في الحوار دي نقطه، كمان في المزيكا نفسها موجوده وبشكل قوي جدا في الفيلم ده عشان تبين لنا ازاي انعدام الكيمياء ما بينهم حاضر بشكل ما. فالمزيكا كانت دايناميك، كانت تحسسك بالقلق، بتوتر العلاقه ما بينهم هما الاثنين. في نفس الوقت كانت مستخدمه استخدام حلو جدا في الكوميدي، اللي هو انت بتشوف مجرد رياكشن على الوش او رد فعل او لاين كده عابر، لوحدهم هم فاني، لوحدهم دمهم خفيف، بس المزيكا نفسهم خلت الريتم نفسه بشكل عام بتاع الفيلم يبقى اوكورد زياده، يبقى فاني بشكل زياده. الحلو كمان بقى ان الفيلم نفسه دمه خفيف، اللي هو الفيلم نفسه فيه جوكس كتير وفي حاجات كتير دمها خفيف، زي ما قلت رياكشنات، رد فعل، وان لاينرز بتعدي هنا بتعدي هنا، وهو جاي من نقط كتيره جدا من ممثلين مختلفين، فهتشوف حاجات كتير مختلفه في الضحك. والحلو كمان ان هو اوكورد ومحرج شويه، بس في نفس الوقت مش كرينج، يعني انت قاعد بتتفرج واللي هو ده محرج، ده اوكورد، بس وريني المشهد اللي بعده، مش ده اوكورد نقلب خالص، ده كرينج، انا مش عايز اتفرج تاني، انا عايز اي حاجه تحصل بس ما اشوفش المشهد ده اللي هو انت قاعد بتقشعر من كتر الاحراج. لا، هو اوكورد بس في نفس الوقت فاني، في نفس الوقت يتشاف. نبدا بالتمثيل بقى. ال4 شخصيات كانوا 10 على 10، بس هبتدي اقول بس تعليق على اللي عجبني فيهم. فيس روجان نفسه هو فيس روجان زي ما احنا متعودين، بس اخر كام سنه الاعمال الاخيره بتاعته في ستوديو بلاتونيك، الحاجات دي انا بتفرج عليها، هو لسه دمه خفيف، لسه فاني زي ما هو، بس بقى في حته كمان متشور زياده، بقى
تحس ان هو بقى بيعرف يلعب كاركتر متكامله، تعرف تتفرج عليها وتريليت ليها، تحس ان هي شخص حقيقي. غير كده كمان في حته بقت تصعب عليا في اعماله الاخيره، مش عارف ليه، ده هو نفسه ولا شخصياته، بس في حاجه زي ما قلت بقت مور ريل في ادائه، في شخصيته اللي هو بيلعبها. ادوارد نورتون نفس الكلام، وهو من الممثلين كده كده مفضلين، ومبسوط جدا جدا باللي بيحصل له اخر كذا سنه والادوار، وابتدى ياخد حقه تاني بعيدا عن الكلام اللي كان بيتقال ان هو صعب ان الناس تشتغل معاه والحاجات اللي طلعت عليه دي. بس دلوقتي انت شايفه بياخد مساحات، بيترشح للاوسكارز وللجوائز تاني، بيعمل ادوار مهمه. الدور ده بالذات كان محتاج ممثل حريف زيه، لان من غيره كان الدور هيبقى كليشيه او كان هيبقى ستيريوتايب قوي، لان هو صعب. لو انت اتفرجت على الفيلم هتفهم ان هو صعب يتلعب الا بالسنسبيليتي او بالاحساس اللي ادوارد نورتون حطه في الفيلم في الشخصيه نفسه. الطريقه اللي هو لعبه بيها اللي هي بالمسطره دي خلتك تحس ان الكاركتر ريل، وتعرف تريليت ليها او تتعاطف معاه، مع ان الموضوع صعب بشكل او باخر، بس على الاقل عرف يخلي الكاركتر جراوندد ويخلي الكاركتر سهل انك تتعامل معاه كانها انسان. خصوصا المشاهد اللي حصلت في الاخر وبيحكي مونولوج عن مراته اللي فاتت وكده، الموضوع كان مؤثر، وبالنسبه لي زي ما قلت من الممثلين المفضلين 10/10 مفيش اي تعليق. غير كده كمان في كوميديا رهيبه بتطلع منه، خصوصا الديناميك ما بينه وما بين شخصيه فيس روجن في الفيلم، اللي هي انت قاعد شايف اتنين، فيس روجن او جو الشخصيه اللي بيلعبها مش طايق نورتون او الشخصيه اللي بيلعبها، وانت قاعد بتشوف ده والكيمياء اللي ما بينهم بتنعكس ازاي في المشاهد. الموضوع ده الديناميك دي كانت من اكثر الحاجات اللي ضحكتني في الفيلم. اوليفيا وايلد بقى هي بالنسبه لي هي اهم حد في الفيلم ده، لان هي عملت كل حاجه، كتبت، اخرجت، مثلت. الاول التمثيل، الكاركتر اللي هي بتلعبها، الكوميديا اللي طالعه منها فاني جدا، سواء نظراتها سواء رياكشناتها لجوزها طول الفيلم، اللي هو انت بتشوف جوزها ويتصرف وبعدين تشوف الرياكشن ورد فعلها في وشها. الموضوع ده اتعمل بشكل حلو جدا وكرييتيف طول الفيلم. غير كده كان في حته فيزيكال كوميدي، بس مش اللي هي اكستريم فيزيكال كوميدي، مجرد بس جسمها اللوكينج اللي هي بتعمله بجسمها، او المكان اللي هي واقفه فيه او هتقعد فيه او هتتحرك ازاي في المشهد نفسه، ده اتعمل بشكل فاني وفي كذا مره. المشهد اللي هي كانت واقفه عند البوتاجاز بتبص للبوتاجاز ووطي كده عشان تشوف اللي في البوتاجاز، او المشهد وهي جوه البانيو وهي بتقول السيراميك اللي على الحيطه. المشاهد دي كانت لوحدها فاني، كانت شكلها لوحده فاني. ده بقى يودينا للنقطه الاخيره اللي هي الاخراج، انك تمسك فيلم مكان واحد 4 ممثلين يتكلم عن الازواج والعلاقات الزوجيه وازاي الموضوع بيمر، او ازاي هنعرف نتصرف بعد ما كل الرومانسيه او التفاهم يروح. الموضوع كان صعب الحقيقه، انك تطلع بفيلم مش ممل، دي اهم حاجه، فيلم يفضل الناس انفستد فيه او تفضل الناس مهتمه انها تتفرج عليه او تشوفه، في نفس الوقت يكون فاني، وفي نفس الوقت يكون كمان مؤثر لما نبقى عايزينه يبقى مؤثر. في الاخر التيمات دي اللي هي بتاعت الجواز والعلاقات وكده اتلعبت بشكل حلو جدا وخفيف وبسيط وفيه نعومه كده، ما كانش اوفر ذا توب، ما كانش تحس ان هو معمول عشان يدولك بالمعلقه، لا اتعمل ببساطه كده وزي بقول بنعومه كده في الاخر، والموضوع كان معمول حلو بصراحه. بس في الاخر هو من الطف الافلام اللي شفتها السنه دي، من الافلام اللي ضحكتني حلو جدا السنه دي. تقييمي للفيلم 7/10، ومن الطف الافلام الكوميدي اللي شفتها السنه دي. بس كده، اللي عجب الحلقه اشترك في القناه، اعمل لايك للفيديو، الحلقه اللي جايه. انا كريم طبعا، سلام.